عالسلامة. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا وصفة الذراع التونسي بالفاكهة وبالجلجلين وبطريقة تخليه يجي بنين برشا. نشوفوها مع بعضنا. أول حاجة حطيت 400 مليلتر ماء اللي هما 2 كيسان، عليهم 4 مغارف كبار بالكدا معبين بالذراع، عليهم 2 مغارف كبار سكر. نخلطوهم الكل مع بعضهم في البارد وبعد نخليهم يطيبوا. ما يلزمناش نوقفوا على التحريك باش الذراع يتحل، ديما نقعدوا نحركوا كي يبدا يعقد ويشد روحه. نوصلوا المرحله هذه وقتها زدتوا 200 مليلتر من الحليب. الحليب يبنوا برشا ونزيدوه في المرحله هذه كيف باش يجينا ابن. ومن بعد زدت 2 مغارف كبار من الجلجلان المرحي، بطبيعه الحال حمرته في الفور قبل ما نرحيه كيف يبنوا برشا. واول ما يبدا يغلي زدتو شطر كاس تاي من عطر الشاي، زدتها في المرحله هذه بالعالي باش يقعد ما طعمها بنين، زدتها في الاخر وخليه يزيد ياخو غلوه. ومن الاول تعملوه القوام نتاعو كجاري بالعالي، خاطر هو كي يبرد يزيد يعقد ونبداش ما يلزموش يكون عاقد برشا. هذاك علاش كي تيجي يبدا القوام نتاعو جاري شويه. ومن بعد زينوه باي نوع فاكهه نتوما عندكم ولا حتى بالجلجلان. انا زينته بالفاكهه، حطيت عليه شمايات، نجم تحطوا زيت الدقله كيف بنينه برشا مع الذراع. وزدت ذريت عليه شوية جلجلان أبيض يعجبني في صحفة الذراع، يعطيها منظر مزيان، وشوية عسل. حصيلو صحيفة ذراع كلها بنة ومنفعة الكبار والصغار. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، ونتقابلوا إن شاء الله في وصفة جديدة وبنة جديدة. على بروشين.